السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما العصافير عندك تبيض ويقعدوا على البيض ويقعدوا المدة المطلوبة كلها في الرقاد على البيض، يعني عندنا مثلا في الكوكتيل بيرقدوا من 18 ل 21 يوم، اما في الرز بيرقدوا من هو 24 يوم بالظبط، مفيش مني، يعني هو 24 يوم بيرقدوا على البيض بالظبط. طيب لما تلاقي ان العصافير عدت المده بتاعتها وخلاص، يعني المده كلها كملوها ال 21 يوم وعدى 22 23 يوم 24 والله والبيض ما طلعش، في الحاله دي انت هتعمل ايه؟ هتسيب البيض؟ لا، هنا ما ينفعش. خد بالك معايا في الفيديو ده هتعمل ايه. قبل ما ابدا الفيديو بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني ان شاء الله كل جديد. زي ما حضراتكم شايفين كده انا شلت البيض على طول القديم. شلته ليه؟ ليه السبب ان انا بشيل البيض؟ لان هم هيبيضوا تاني، فمش هينفع ان هم يخرجوا البيض، فهيبيضوا بيض على بيض، فلو بعضوا بيض على بيض هيبقى عندك بيض كتير في البياضه. تمام؟ اللي هيحصل بقى هنا ايه؟ ان هم هيقوموا خالص من على البيض وهيجروه. بيعملوا ايه كمان؟ هما بياخدوا البيض اللي ما طلعش، اللي هو يعتبر فاسد او خلاص ما فقس، وهم بيركنوه على جنب. فانت بتعمل ايه؟ انت بتاخد البيض اللي على جنب ده بتروح مرجعه تاني مكانه مع السليم، مع اللي لسه بيضاء، فالبيض اتلخفن على بعض واتلخبط على بعض. فهنا في الحاله دي هم هيقوموا على طول من على البيض. زي ما حضراتكم شايفين كده البيض ده هو، انا عندي بيض الكوكتيل اهو، ادي بيض كوكتيل وهم رقدوا عليه المده المطلوبه كلها ولكن ما طلعش. تمام؟ وده بيض الايه؟ الروز. لو تلاحظوا انا عملت هنا ايه؟ انا قبل البيض ما يفقس، يعني اول ما عدى ال 24 يوم بالظبط، عملت ايه؟ رحت معلم على كل البيض اهو علامه كده، البيض كله رحت عامل عليه علامه كده. تمام؟ علشان ايه بقى؟ عشان لو باضوا بيضه جديده تبقى باينه. فبصيت لقيتهم صح بيضين بيضه جديده، مثلا كانوا 5 بيضات بصيت لقيتهم بقوا 6. يبقى في الحاله دي انا هعمل ايه؟ انا هشيل على طول ال5 بيضات اهم، شلتهم. ال5 بيضات دول شلتهم، وهم بقى البيضه الجديده سبتها، وهم يبداوا يرقدوا عليها من تاني من جديد، ويعملوا دوره تاني من جديد. فانت هنا لما يكون عندك العصافير باضت وعدت المده بتاعتها كلها على الرقاد على البيض، على طول تشيل البيض، ما تسيبوش علشان خاطر ما تبيضش بيض على بيض. لان هي لو رقدت، لو البيض بقى على بيض وبيض كتير في البياضه، هتقوم من على البيض وهتجره، وساعتها تقعد تسال نفسك وتقول ليه هي قامت من على البيض؟ قامت من على البيض عشان خاطر بقى البيض السليم اللي هي لسه بيضاه مع البيض اللي قبل كده كله اتلخفن على بعض، فهي طبعا هتقوم من على البيض. طب هي حاولت ان هي تفصل البيض ده عن ده، لكن انت رجعته تاني زي ما كان. في الحاله ديت انت ما ترجعوش تاني زي ما كان، هي هتسيبه على جنبه جوه. يعني هنا الكوكتيل هنا لما جه باض بصيت لقيت باي اهو، حضراتكم كده بصوا، ادي البيض الجديد اهو. تمام؟ ادي البيض الجديد، وكانت حاطه بيض جوه خالص، يعني كانت حاطه بيض جوه خالص اهو، كانت ركنها بعيد خالص كده على جنب، بعيد خالص، بعيد في اخر العش. وفي بيض هنا اهو تاني اهو. البيض اللي هي ركناه بعيد ده اللي هو البيض البايظ، انا طبعا رحت مطلعه على طول. تمام؟ واسيب لها البيض الجديد اللي هي ترقد عليه. اشكركم جدا، اتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، واتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس. كان معكم اخوكم احمد عاطف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.